وخبث وسرقة. نعم. أستاذ وليد، من خلال هالكتاب حاولت ترجع يمكن لمفاهيم علمية سياسية بامتياز، قدرت تطبق إذا بدنا نقول هالمفاهيم شوي العالمية على وضعنا بلبنان، ولا الموضوع بلبنان مشربك لدرجة أنه ما فيك يمكن توصفه بشيء بيشبه يمكن اللي بنشوفه حول العالم أو المفاهيم الأكاديمية التقليدية؟ تماما، لحالي ما رح في أعمل شيء. في واجب كبير على الانتليجنسيا اللبنانيه، واذا بقول لك اكثر عداوات لإلي من الانتليجنسيا بعد في انتليجنسيا لبنانيه ما هيدي بدنا نخلقها. بس شو اليوم السائد انه والله فلان مثقف بيعلم باحلى جامعه بتولوز، وفلان رئيس مجلس اداره شركه عبر قاريه، هؤلاء بيعتبروا حالهم نحن مثقف. مشكلتي معهم بعدك عم تحكي بالدستور، يا خيي ما لازم نحكي الا بالدستور. اساسا هيئة إعداد الدستور بكل بلدان العالم، لا عامة الشعب، الكهربجي، النجار، اللحام، الكندرجي والأشكمنجي، مش هولي اللي بيعملوا دستور. واللي قاعدين بالسلطة عايشين بجنة النعيم ما بيغيروا الدستور. يلي بيغير الدستور نحن إذا كنا فعلا مثقفين واعيين سياسيا. تتشكل هيئة إعداد الدستور. تغيير الدستور اليوم منه موضوع تابو بلبنان؟ يا عيني عليك، هون بنجي لمبدأ الوفرة. يسود في لبنان عقلية الندرة. بالبرنسيب دابوندانس بدنا نكتر الخيارات لننتقي الافضل. اوعى تفتح سيره الدستور ويصير حرب. عقليه الندره، ما بيعطوك خيارات، يا هيك يا هيك، واثنين سيئين. فنحن بحاجه لعلم الاجتماع السياسي، بحاجه للبرنسيب دابوندانس، وبعد منها ننتقل الى شيء مهم كثير يلي هو تيوري دو كو دو بوس، يلي من خلالها في خيارات عامه الشعب ما بيقبلوا فيها. ليه؟ لان بتكون مؤلمه. خليني اقول لك، السياسه الرشيده ما بتعطي الناس شو بدهم، السياسة الرشيدة بتعطي الناس شو بينفعهم. الفرق بين يلي بدهم اياه واللي بينفعهم كبير جدا، بده وعي سياسي. هلا لحتى يختاروا الشيء يلي بينفع الكل على المدى البعيد بيكون في مرارة. بتجي تيوري دو كو دو بوس من خلال التشريعات والقرارات الإدارية والتعميم لحتى توجه الناس باتجاه ياخذوا الخيار بملء إرادتهم دون فرض نحو ما يتوافق مع السياسة الرشيدة. من هون يمكن أسئلة كثيرة. نحن معودين نسمع جملة أنه السياسة هي فن الممكن. نعم، كمان هيدي إذا بتجيب دكتور بيعلم بالجامعة اللبنانية، مش موجودة هي بالكتب الجامعية؟ بالكتب الجامعية والدكاترة وتلوكها الألسن إذا بدك. السياسة فن الممكن. في الغرب يدرس أن السياسة فن جعل المستحيل ممكنا. السياسة فن يمكننا من جعل المستحيل ممكنا. هيدي قصة السياسة فن الممكن، هي إغراق في الجبرية، إنه أنا ما عندي خيارات. فن الممكن، طيب شو ممكن؟ والله أنا من الطائفة الفلانية، عم بتوطي السقف يعني من الأول. والله أنا لحتى يمشي حالي فن الممكن، يلا بعبي يعني طلب انتساب، بعبي طلب انتساب أنا لهالميليشيا، وبخلص وبصير مدير عام بإحدى الوزارات أو رئيس مصلحة وحتى سفير كمان، تنفتح لي أبواب المجد. هيدا فن الممكن. لا، السياسة فن جعل المستحيل ممكنا. هيدي لازم تكون قناعة عامة، يصير عندنا وعي جماعي، بعدين بنروح لتطبيقها والمنادات بها من خلال الاوداس بيبليك، الجساره الجماعيه. مشان هيك نحن ب 17 تشرين لما نزلوا على الشارع كان في اميه سياسيه، وما كان في وعي متسق، ولا تنجح الثوره. الثوره بمعنى اداه للتغيير. كان في هدف واحد برايك؟ ما هي ما كان في وعي متسق. كل واحد براسه شيء. واحد بده ينزع سلاح حزب الله وهي قضيه دوليه بده يحملها للشعب المعطر بلبنان. واحد ما بده العلمنه، واحد بده العلمنه. لاحقا واحد بده اموال المودعين، واحد بده الحقيقه بتفجير المرفأ. واحد عندنا بروبليم ستركتورال. انتم عم تشتغلوا فونكسيونال. ستركتورال، عقد اجتماعي، دستور. بس هيدا حديث نحن معودين نضل نأجله. يا عيني عليك. التسويف والمماطله. نحن ان شاء الله جئنا بموعدنا مع القدر مشان الاجيال القادمه، والا حنكون مثلنا مثل غيرنا. ذكرت موضوع الثوره، بتؤمن بثوره دمويه ولا ثوره أكيد مسالمه؟ لا. وانا بالكتاب انتقدت الشعارات علقوا المشانع، نحن ضدها. ب 17 تشرين الصبح الساعه 9 ليه اكبر الثورات بالعالم كانت دمويه. خليني اقول لك لا، الثورات التي دامت لم تكن دمويه. الثورات يلي كانت دمويه رجعت فشلت وطلعت الدوله العميقه. الثورة الصحيحة هي ثورة فكر، ثورة وعي. أنا ممن قطع الطرقات، ولكن قطع غير غليظ. خليك معي. نحن أمام وزارة الداخلية قطعنا الطريق نصها، خلينا السيارات تمرق. والله العظيم صاروا ينزلوا يوقفوا معنا. يلي ما ينزل يوقف يبوسنا، يعملنا هيك، يعملنا إشارة النصر. بس شو عم نحس مع العالم؟ الجهل السياسي خليهم يقطعوا الطريق قطع تام،
بمفرق برجة، بالنعمة، بكسروان، بالمتن، قطع طريق. تخيل انت عم تعمل ثورة للتحسين. حزب الكنبة الشعب اللبناني 80% منه مع الميليشيات، وبنفس الوقت بده التغيير، بس لما شاف قطع طرقات وحرق دواليب ومسبات وهالبذاءات بين انه خلينا على المجنون احسن ما يجي الاجن. فنحن بدنا نكون العقلاء للتغيير. نعم. اليوم عم بتشخص وضع لبنان بعدة فصول بهذا الكتاب. الواضح إذا بدنا نوصل لحل نحن بحاجة لرؤية شاملة. نعم. هل عندنا هالوعي الكافي لهالرؤية؟ من المفروض يقود هيدا الرؤية، ومن وين بنبلش أستاذ وليد؟ بارك الله فيك. أهم شيء نبدأ إذا كنا نحن فعلا انتليجنسيا وفعلا نتمتع بالوعي السياسي بتشكيل هيئة إعداد الدستور. إذا ما شكلنا هيئة إعداد الدستور كل الشغل ما له عازم. يعني برأيك بدنا ننسى كل المواضيع، موضوع السلاح، موضوع المذيعين، موضوع كل هيدي الانفليشن، وبدنا نرجع نحكي بالدستور. ما هذا المفتاح. لا، اذا بدنا دوله يجي بتقول ما فينا نعمل دوله بلا اصلاح القضاء. يا اخي القضاء كثير مهم، بس بظل النظام السياسي بدنا نفرق. لاحظت انا متاخرا انه في ناس ما بيميزوا بين النظام والمنظومه والسلطه والدوله والحكومه. والله عندهم اياهم كله بمفهوم واحد. هذا البيج براذر يعني. يا عيني عليك. منشان هيك بتلاقي ما في عمق، سطحيه، ومع السطحيه ما فينا نلاقي حلول لمشاكل كبيره. هيئه اعداد الدستور في وكاله ضمن الامم المتحده شغلتها تعمل دعم الانتقال الدستوري. بس ما بيجوا بيقولوا لنا تعالوا نغير لكم دستوركم. ليه؟ لان بيكون تدخل بالشؤون الداخليه وانتهاك للسياده الوطنيه. اما لما نحن بنشكل هيدي الهيئه وبنحط عناوين عريضه لدستور عصري وعلمي، بنقول لهالوكاله الدوليه تفضلي ساعدنا بتطفى. هي شغلتها ما بتعمل شيء ثاني، هي بتساعدنا. بعد بلاقي انه لنعمل هيك موضوع بدنا يكون في تساوي بين كل اللبنانيين. موضوع السلاح المفروض يكون انحل قبل ما نقعد على الطاوله. هيدا موضوع السلاح يعني ما بعرف انا، واحد عم بيجي يخلط شيء بشيء. يلي بعده منطلق من خوف بيحكي بموضوع السلاح. بعدين معلش بدنا نحكي شغله. فيك تلوم الخيفان؟ لا خليني اقول لك شغله. ما هو الخوف بينتج خوف. يعني شو بيقول زيغلر؟ التركيز على المشكلات يخلق المزيد من المشكلات. التركيز على الفرص يخلق الحلول. نعم. هيدا اللي نحن بدنا اياه. اليوم عم تقول لي السلاح السلاح السلاح. معلش عندي اصدقائي انا وكانوا معنا بثوره 17 تشرين. نعم. بيقولوا اهالي عين الرماني طلعوا قدها وقفوا حزب الله. معلش بدنا نحكيها، نحن ما بدنا مجاملات. هيدا ما بدل انه في سلاح. في حدا ما عنده سلاح؟ أنا مع السلاح بيد الدولة، وكلنا لازم نكون مع السلاح بيد الدولة، بس ما بدنا نوظفها بالكيد السياسي. يعني اليوم حبيبنا الأستاذ شارل جبور تطبيقا للدستور بس سلطة الدولة على كامل أراضيها. من كل الدستور يلي ما في شيء حقوق إنسان أخذ شغلة للكيد السياسي. بدنا نبني دولة وساعتها الكل حيجي لحاله. نحن ما بدنا نهدم، نحن بدنا البناء الصغير المتهالك الآيل للسقوط. بدنا نبني غيره، جمهورية تانية، بدنا نبني غيره بناء كبير جميل مريح. تلقائيا حيجوا الناس. مين بيقود هالفكر؟ الانتليجنسيا الواعية سياسيا. بهذا الكتاب أنا وجهت دعوة يلي يوافقني على هذا المسار لازم بأقرب وقت على أمل ما تكون مرتبطة بالمنظومة الحالية. ما هو هلا هيدي هي على طول نحن عندنا شكوك. القصة بدها مد جسور تفاهم وتعاون وثقة. إذا ما كان في ثقة قادرين نوصل لصيغة مشتركة برأيك؟ مش قصة صيغة مشتركة. ما في حل تاني إلا بالرجوع إلى علم السياسة. ما في كونترا سوسيال، ما في دولة. حنضل ساحة مستباحة. لبنان بستاند أوكي. بفترة من الفترات نط الفلسطيني قعد، بفترة من الفترات نط السوري قعد، بفترة من الفترات نط الإيراني قعد، وحيضل ينطنط. هلا في ناس مبسوطين حينط الأمريكاني يقعد وعامل أكبر سفارة بلبنان. نحن بدنا نبني دولة، وبعدين بنبني علاقاتنا مع الفلسطيني، مع السوري، مع الامريكاني، مع السعودي بعلاقة بنجيب الخير منها. لما بنعمل نحن سلطات محلية وبرنسيب دو سوبسيدياريتي، شو عندنا المانع انه زحلة توأم مع مارسيليا، وجونية مع تولوز، وبيروت مع الرياض، وبعلبك مع طهران، بنجيب الخير كله لعنا. بس نحط عقلنا براسنا ونعمل كونترا سوسيال ونعمل دستور عصري علمي ونعمل نظام سياسي رشيد. بالختام بدي اسالك، ذكرت موضوع حقوق الانسان، قد ايه اليوم غائب عن دستورنا اللبناني، قد ايه نحن بحاجه فعليا اليوم نكون عم نركز على هذا الموضوع، يكون عندنا قانون كمان مدني عصري له علاقه بالاحوال الشخصيه بحقوق الانسان بلبنان. في جانبين بهذا السؤال بدي جاوبك عنهم. دستورنا بس بمقدمته يذكر انه لبنان وقع على شرع حقوق الانسان. في كثير ناس من الحقوقيين بينبسطوا فيها، دستورنا وقع، بعد ناقص ما يوقع على شرع حقوق الانسان. الدساتير الحديثه
تذكر الحقوق حق 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 حق، وتبين آلية ضمان تمتع المواطن بحق السكن، بحق الطبابة، بحق الضمان الاجتماعي، بحق التعليم، بكل حق. آلية الضمان مذكورة في الدستور، لا تحال إلى مذكرات تفسيرية. والآن لما بنروح على برانسيب دو سوبسيدياريتي بصير عندنا حقوق الإنسان الفئة الرابعة يلي هي التشاركية السياسية. هلا حضرتك عم بتقول قانون موحد الاحوال الشخصيه، كمان هيدي انا بحسها مثل سلاح حزب الله، عم بتجيبوا شغله ما خصها عم تطرحوها بدرب التغيير. انا شو بيضايقني اذا المسلم او المسيحي او الدرزي تجوز وطلق وورط وعمل النفقه كلها بموجب تعليم دينه، شو بيأثر؟ نحن ضد الطائفيه السياسيه بس انت كمان بدك تعطي اوبسيون ثانيه للناس اللي ما بدهم يشتغلوا وفق التعاليم الدينيه. بدنا نحدد موضوعنا، هل نحن بدنا نعالج الموضوع الاجتماعي ولا السياسي؟ اذا بدنا نعالج الموضوع السياسي نحن بدنا دستور عصري. قانون الاحوال الشخصيه بيريح المجتمعات. هن اسمي هلا المتدينين اللي مش متدينين بدهم قانون مدني، هذا موضوع اخر ما خصه بالتغيير السياسي. يعني القرار اذا يقرر الزواج المدني ولا لا يقر، هيدا بياخده البرلمان الذي يمثل تمثيلا صحيحا للاراده الشعبيه لاحقا، مش من هلا بجيب هالموضوع بحطه عقبه بوجهي، بجيب اموال المودعين وبعملها شغلتي. لا، احلى شيء امبارح عرفت انه اموال المودعين صاروا 6 جمعيات وما حدا بيطيق حدا. وحتى بضحايا انفجار المرفأ شفت شو صار مع ويليام نون؟ اجوا حدا من اهل للاسف في ضحايا من بيئه ثانيه وما كان موحد. هيدي كلها فونكسيون بدنا نروح على ستركتور. نعم، هيدي رسالتك اليوم. انا بدي اشكرك، الحديث شيق استاذ وليد المحب الباحث والكاتب، شكرا على هالعمل العلمي بامتياز. الانعاش السياسي سله حلول علميه لنهوض لبنان. اكيد الكتاب متوفر لكل الاشخاص اللي حابين يحصلوا عليه PDF او موجود في المكتبات، معظم المكتبات، وان شاء الله بالمكتبات. قريبا يصدر عن دار النشر كمان، على امل عدد كبير من الاشخاص كمان يقدروا يغوصوا بتفاصيل هيدا الكتاب لنقدر سوا نوصل لرؤيه موحده لوطننا ولشط الامان. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا. فاصل سريع بعده منتابع مع جوزيف، خليكم معنا.